من النهاردة خلاص انسي اي طريقة للقرص انت كنت بتعمليها، وتعالي اعتمدي الطريقة دي، وعلى ضمانتي هتطلعي احلى قرص طرية وهشة جدا، وبمكونات موجودة معاكي في البيت، والعجينة زي القطنية بالظبط. بصي هشة وطرية جدا جدا، واطفالك هيحبوها وهتنفعك في المدارس. يلا بينا نبدأ ونشوف المكونات اللي معانا هنا ايه. انا هنا هحط بولتين مية، كوبايتين مية. طبعا الكمية اللي انت هتعجنيها حسب الكمية اللي هتقضي افراد اسرتك. انا هنا عاملة حوالي كيلو دقيق، او يعني كيلو الا كده. هحط مقدار كوبايتين مية، وهحط نص كوباية سكر او كوباية سكر حسب برضو ما انتي بتحبيها ان هي تكون مسكرة جامد او لا. واحنا كمان هنحشيها بحشوة من جوه، ممكن ان انت تعتمدي ان انت ما تحشيهاش، وممكن ان انت تحشيها من جوه زي ما هتشوفي معايا كده. وبعد كده هحط حوالي 3 معالق زيت ومعلقتين سمنة. كل ده المواد السائلة كلها مع بعض. وبعد كده هحط معلقة خميرة بيرة. والخميرة البيرة طبعا احنا حاطين السكر، فالسكر ده منشط هيخلي الخميرة ان هي تتنشط معانا. طبعا لو انت هتعملي الوصفة دي في الشتاء بتخلي المية دافية، ولو في الصيف طبعا هو الجو حر فالخميرة هتتفاعل معاكي بسرعة. بحط المكونات دي كلها مع بعض كده، وببدأ ان انا اقلبها ادوبها مع بعضيها. وبعد كده هبدأ ان انا انزل عليها بالمواد الجافة. طبعا هي ليها كذا يعني ليها كذا طريقة ممكن ان انت تعمليه بيها، بس دي احسن طريقة انا اشتغلت بيها وطلعت معايا العجينة هشة جدا وطرية وخفيفة جدا. وهقولك السر وهقولك والتركة كمان اللي بتخلي العجينة معاكي في المعجنات بالذات. سر هشاشان العجينة، وان هي بتكون معاكي عجينة طرية جدا، وبتطلع معاكي الوصفة بتاعتك ناجحة جدا. بعد ما نزلت بالمكونات السائلة بتاعتي كلها ودوبتها مع بعض، بنزل بكمية الدقيق اللي انا هستخدمها. طبعا انا هنا مستخدمة حوالي كيلو الا دقيق، كيلو الا حاجات بسيطة يعني. وحطيت عليه المكونات بالكميات اللي قلت لكم عليها. طبعا انت كل ما هتزودي هي ملهاش مقدار معين، حسب ما تلاقي العجينة متماسكة في ايدك، وزي ما هوريكي شكل العجينة كده، وزي ما هتشوفيه معايا. اول ما تلاقيها وصلت للقوام ده تبدأي تعرفي ان عجينتك كده ناجحة معاكي، وبإذن الله هتكون مظبوطة معاكي. يعني انا ما حطيتش الميه كميه الميه كلها مره واحده في الاول، علشان طبعا العجينه ما تطرش معايا واعرف اعجنها كويس. وبعد كده هبدا ازود معايا لو احتجت سوائل يعني. هبدا ازود واحده واحده بكميات، يعني بالكميه اللي هتناسب معايا العجينه بتاعتي. بعد كده هفضي الكيس بيكنج باودر، وده برضو السر من اسرار ان بيخلي العجينه معايا متفتحه وهشه كده، وبيديلها برضو طراوه، وبتبقى معايا جميله. وبعد كده طبعا الفانيليا حسب ما تحبي، او يعني حسب ما انت حابه ان انت تحطي او لا، بس انا حبيت ان انا احط ظرف فانيليا كده على الدقيق، وكملت بقيتها على الحشوه اللي هحشيها في النص، بتخلي ريحتها جميله. بعد كده طبعا من كمية السمنة، المعلقتين السمنة الأولانيين اللي قلتلك عليهم هتحطيهم. إن أنا سبتهم للعجينة بعد ما خلصتها خالص، وهقولك يعني ممكن تحطيهم من البداية، وممكن إن انت تختمي بيهم العجينة بتاعتك. ببدأ ان انا عجنت العجينة بتاعتي كده لحد ما وصلت معايا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هي كده لسه ما اتعجنتش خالص، او لسه ان انا هبدأ ان انا اعجن فيها. طبعا لو عندك عجانة تحطها في العجان حوالي 7 دقايق او 10 دقايق كده في العجان، تاخد وتدي مع العجان لحد ما تتعجن ويبقى لها عرق كده وتبقى حلوة. طبعا علشان انا ما عنديش عجان وهعجنها على ايدي، والرخامة طبعا اللي انا بستخدمها دي غسلاها كويس جدا جدا ومنشفاها يعني نظيفة لان انا استخدم فيها. هبدأ بقى ان انا اعجن عليها العجينة مدة، يعني مثلا قولي ربع ساعة كده. هفضل اللي هو ايه، رايحة جاية في العجينة كده لحد ما العجينة تبقى معايا. انتوا هتشوفوا شكلها يعني هتبقى طرية كده، لا طرية بتلزق ولا في نفس الوقت ان هي عجينة متماسكة. وطبعا ده القوام بتاعي اللي بيطلع لي القرص، سر ان القرص بتطلع هشة وان هي بتطلع طرية. هفضل اعجن فيها كده لحد لما تديني القوام اللي هو ولا بتلزق ولا ان هي بتكون عجينة قاسية معايا، لا بتكون عجينة طرية جدا وهشة، عاملة بالظبط زي كأنك ماسكة حتة لبانة في ايدك كده. وطبعا السر ان هي بتعمل كده في معلقة السمنة اللي احنا بنحطها لها في الاخر، ونبدأ نعجن فيها كويس. طبعا السمنة دي بتخليها ان هي تلم معايا كده وبتديلها عرق يعني.
هعجنها كويس جدا، وبعد كده هبدأ ألم العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. وأول ما ألم العجينة معايا تتلم بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده، أعرف ان أنا خلاص وصلت للعجينة المظبوطة اللي أنا عايزاها. هبدأ ان انا احطها في البولة بتاعتي او في الطبق بتاعي، واغطيها برول استريتش، او ان انا اغطيها بكيس، باي حاجة عندك بفوطة المطبخ، واركنها في مكان دافي لو في الشتاء. وطبعا في الصيف هي الجو حر لوحده، فهي هتقوم معانا بسرعة. اما لو انت بتعملي القرص دي في الشتاء، فممكن ان انت تدخليها فرن البوتاجاز وتحطيها فيها عشان تديكي نتيجة اسرع، يعني عشان تخلصي بسرعة. ببدأ ان انا اجهز الحشوة بتاعتي، والحشوة دي حسب بقى راحة كل واحد فينا بيحب يحشي بايه. انا هنا حبيت احشيها سكر وزبيب، وكان طعمها جميل جدا. ممكن تحشيها سكر بالقرفة، ممكن تحشيها سكر بالسمسم، ممكن تحطي على وشها سمسم، حسب بقى الحشوة، حسب انتي حابة تحشيها بايه. باخد كمية العجينة، ما باخدش كمية كتيرة، على قد اللي انتوا شايفينها في ايدي، لان انا ببدأ افردها تاني في الصاجة، علشان خاطر لما هتختمر هتدي معايا برضو ان هي لسه هترتفع معايا. ببدأ كده افرد العجينة على ايدي، وابدأ المها من تحت كويس، علشان خاطر السكر ما يسحش مني ويبهدلها ويخليها تتحرق في القعر. وطبعا هتديني نتيجة يعني مش حلوة، والصاج هيتبهدل مني. لكن ببدأ افردها زي ما انتوا شايفين كده، وبحط شوية الحشو اللي انا هحشيه لها، ايا كان الحشو اللي انت هتحشوه بقى. وببدأ الم زي ما انتوا شايفين. ممكن عادي تعمليها قرص سادة، اللي هو ما تحشيهاش حاجة برضو، زي ما تحبي. احلى ما في القرص دي ان هي مش مكلفة خالص، وحاجات كلها موجودة عندك في البيت، ومتاخدش وقت خالص. يعني عقبال ما تخلصي الحاجة اللي وراكي كده، تعجني العجينة وتسيبيها تريح. عقبال ما تكوني مثلا هتلمي مطبخك، هتشطبي شوية مواعين، اي حاجة كده وراكي، هتبصي تلاقي نفسك تبتدي تقطعي الصاج وتحطيه في الفرن، وتطلعي احلى شوية قرص طازة لولادك. طبعا بعيدا ان القرص دلوقتي بقينا بنشتريها وبقت مكلفة جدا، فانت هتعمليها في البيت بنظافة وبتوفير، وهتوفر عليكي حاجات كتير. ببدأ اقفلها كويس زي ما انتوا شايفين كده، علشان خاطر السكر بتاعي ما يسيحش من القعر، ويطلع من القعر ويبدأ ان هو يسيح على الصاجة بتاعتي ويتحرق. بحطهم على الصاجة، وما ببدأش افرد على طول. بعد ما احطها اعمل 3 4 كده، ابدأ افردها، تكون ريحت معايا على الصاجة، فتتفرد معايا كويس وتبقى حلوة. كل ما تخلي العجينة خفيفة معاكي وانتي بتعجنيها، ما تخليهاش تقيلة، كل ما العجينة القرصة بتاعتك هتطلع هشة ومتفرغة من جوه وجميلة. اهم حاجة يا جماعة في سر نجاح القرص، ان انتي تديلها وقتها في العجن، وتخدميها كويس في العجين. يعني مش تعملي شوية الدقيق كده وخلاص، لا، اهم حاجة ان انتي تديلها وقتها في العجين. يعني نعجنها لحد ما العجينة بتاعتي تبقى متماسكة معايا، ويبقى شكلها سلس كده. انتي شكل العجينة هيغير معاكي من بداية العجين لحد ما تختمي العجين بتاعك. وطبعا لو عندكم عجان يعني هيكون اسهل بكتير. ان شاء الله باذن الله ادعولي كده الفتره الجايه، ربنا يرزقني ويعني، واجيب عجان كبير علشان خاطر اعمل لكم بيه المعجنات دي كلها. وعادي برضو ما توقفيش نفسك، لو ما عندكيش عجان تقدري ان انت تعجني بايدك زي ما انتوا شايفين كده. هنا كان في دبانه رزله الصراحه مغلسه عليا وكانت معصباني، بس برضو انا قاومت وقلت لازم ان انا اصور لكم الفيديو ده. خلاص زي ما انتوا شايفين كده، ببدأ ان انا بعد ما اقطع كام واحدة، ابدأ ان انا افردها. لو مجرد ما اقطعها افردها مش هتتفرد معايا، بسيب العجينة ترتاح. وبعد ما ترتاح، بعد ما اكور 3 4 كور من القرص كده، ببدأ ان انا ابططها، فبتريح معايا بقى، علشان افردها بالسمك اللي انا عايزاه، عشان لسه هتختمر معايا تاني. يعني دي كانت أول مرحلة من الخمر، لما خمرناها في الطبق بعد ما عجنا العجين. وبعد كده بعد ما بنقطع القرص بنخمرها تاني، بنسيبها تختمر تاني قبل ما بندخلها لمرحلة التسوية. في مرحلة التسوية هقولك على تركة بتطلع معاكي وشها وقعرها زي بتاعة الفران بالظبط، من غير ولا تدهني بيض، ولا تكلفي نفسك، ولا أي حاجة خالص، ولا قهوة، ولا أي حاجة من الحاجات اللي بنسمع عنها دي.
زي ما انتوا شايفين كده هبدأ اخلص الصاج بتاعي اللي انتوا شايفينه معايا ده، وهبدأ ان انا اركنه على جنب واكمل تقطيع باقي العجينة لحد ما اخلصهم كلهم. قبل ما ابدأ ان انا اخلص خالص ببدأ يعني ان الكمية كلها ببدأ اسخن الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 وفوق وتحت طبعا، لان انا بسخن في الميكروويف. وبعد كده بعد ما بسخنه بظبط الفرن بتاعي. كل واحد بقى حسب حرارة الفرن يا جماعة، انا مش هقدر اقولك اظبطيها على 200 او على 160 او على 240، لان كل واحد حسب حرارة الفرن بتاعه. في فرن سخن جامد، في فرن كده، فبتبقى بالنظرية بتشغلي عليها فوق وتحت وهي بتقوم معاكي بسرعة. بديلها شقة كده بالسكينة على الوش علشان خاطر الشكل يعني، وبيبقى شكلها حلو مع السوا. لو مش حابة ان انت تعملي الخطوة دي خلاص بلاش. انا كده قطعت الكمية بتاعتي كلها. دي كمية الكيلو الا كان كيلو الا ربع دقيق. طلع معايا الكمية اللي انتوا شايفينها دي، طلع معايا كمية محترمة طبعا. وبيدي كميات، وكمان لو هصغر القطع عن كده وهفردها عن كده هيدي معايا برضو كمية اكتر من كده. ببدأ ان انا اشغل الفرن بتاعي زي ما انتوا شايفين شكلها كده، الله اكبر عليها في الفرن. كده انا مشغلة عليها الفرن من فوق ومن تحت. قبل ما ادخلها الفرن بجيب طبق وبحط فيه معلقة سكر وشوية مية، وبايدي كده ببطط على القرصة على كل صاج قبل ما ادخله الفرن. التركة دي يا جماعة بتدي للقرص لون ذهبي جميل جدا جدا جدا، وبتخليها شكلها روعة زي ما انتوا شايفين معايا كده. ما بتحتاجش ان انا ادهنها ولا ادهنها قهوة ولا ان انا اعمل لها اي حاجة. هي بتاخد معايا وش من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفين. وبعد كده مجرد ما بطلعهم بقرصها، وبعد كده بغطيها بفوطة علشان تاخد السخونية بتاعتها وتقعد طرية. زي ما انتوا شايفين هي طرية وقطنية جدا، وطعمها مش عايزة اقول لكم بشهادة كل اللي كل منها واللي دقها. طبعا المعجنات والحلويات والحاجات دي كل ما هتعملي فيها يعني ممكن اول مرة ما تظبطش معاكي تبقى كويسة. كل ما هتشتغلي فيها وتتمرسي فيها كده هتبقى هتنجحي فيها، هتحبي الموضوع اكتر، والموضوع هيبقى شيق بالنسبة لك. يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وما تنسونوش لايك وشير لقناة اهل